يعني انت دلوقتي عايزه اسالك سؤال، مثلا لو انت عملت اي حاجه من الحاجات اللي بتخليك تهتم بنفسك، ايه الحاجه اللي ممكن تتكسف تقول عليها للناس؟ حاجه بهتم بيها بنفسي فبتكسف واقولها للناس. يعني مثلا جيت عندي العياده، مم. عملت فيلر بوتكس، مم. ترضى تصور وتطلع والناس تشوفك، ولا تقولي لا يا ساره بقى انا ما حدش يشوفني انا وما هعمل فيلر اصورش؟ وبوتوكس؟ المشكله هو في راجل بيعمل فيلر وبوتوكس؟ اه فيلر لا مش في وبوتوكس. الشفايف يا بقى، ساره انت شايفاها الفيلر ازاي؟ بيتعمل في حاجات تانية، ساره والبوتوكس بيتعمل في حاجات تانية. ساره آه. يعني ايه بوتوكس دي؟ وفيلر. انت شايفه ابو ادم ازاي عشان يعمل بوتوكس؟ لا هي ما يعني مش موضوع انا شايفاه ازاي، ده نوع من انواع الاهتمام بالنفس. يعني ممكن طيب ممكن يكون ماسكات، كريمات، يعني اكتر ترطيب. حاجه ممكن اكون عملتها مثلا انا ما اقولش لحد عليها، بس مش مكسوف بس ما بقولهاش، ان انا بعمل مثلا دقن ليزر عادي، ده اهتمام بنفسي. طيب. عشان ما يطلعش رايش كتير او شعر هنا. بس دي حاجه عاديه، دي كل الناس بتقولها. ما هي لأن- دي بالنسبه لي انا مش بقولها، انت قلتي اكتر حاجه انا ما بقولهاش. ما هو اصلا مش ابو ادم بعمل انت فيلم. بتعمل ليزر؟ يعني جالي فتره عملته زهقت. تصدق انت صدمتني في الحوار ده. ليه يا ده بيكا حاجه كده يا عاديه بيكا، جدا. في ايه؟ ده ممكن الشعر يخش من بيكا. جوه بقك. لا يا عم. يقلب بيكا انت قاعد جنبك ساره كلينيك بحالها، فلو سمحت. يعني اللي هو لازم بيقوله ده يعمل هو اللي ليزر. غلط عادي. طبعا ده نوع من انواع الاهتمام بالنفس. طب لو عادي. انت بقى مثلا الكرمشه اللي عندك دي زادت واضطريت ان انت تعمل فيها بوتوكس، لا ده سيبها عادي. هتسيبها؟ الكرمشه دي اصلا من علامات الجمال دي لو ظهرت يعني. طب لو عملتها هتقول للناس؟ ما الناس هتعرف. ازاي من علامات الجمال يعني؟ ايوه يعني الكرمشه انا وشي دي يبقى ودي. مكرمش يبقى مش دي مكرمش، ما انا جميل؟ برضو مش عندي 200 سنه يعني يعني قصدها ليه كده طب يعني. لو انت دي بقى سنك كبر وعايز تعملها، هتقول للناس ولا مش هتقول للناس؟ انا عندك الجرأة انا دي عامه ولا لا؟ انا جريء عادي، ما بيهمنيش، بدل ما انا اعمل حاجه مقتنع بيها بقول عادي، لان انا لو مش مقتنع بيها مش هعملها. طب قول بقى حاجه انت بتعملها وما بتقولش عليها. ما انا قلت. لا غير والله. الليزر، هو غير ايه؟ الليزر. اقول حاجه ما بعملهاش. هو ايه؟ يعني اقول بحط مونيكير يعني. لا هو ايه؟ لا ما انت اكيد ما بتحطش مونيكير، بس ممكن مثلا تبقى تهتم بنفسك اي اهتمام تاني ما تقدرش تقول عليه. والله العظيم بجد اللي انا قلت دي اغرب حاجه انا ممكن انا اكون عاوز اقول لك بعملها. على حاجه، اللي ابو ادم صريح قوي. بص يا ساره اقول لك على حاجه. من الاخر احنا كرجاله بنشطف وشنا وبننزل بس. بس ده اعلى اوبشن بنعمله. لو طورنا الموضوع بنستخدم حاجه بس بس ايه. ما بعملش ليزر بقى لا. ابو ادم بقى انت ما انت لا، عشان ما بصراحة. عندكش دقن لا دي يا مشكلتك اما بقى. انا لا. مش عارف دي لا بقى يا ما عمريلو، بتطلعش لا. ولا ايه؟ الرجاله بيعملوا كل حاجه وبيهتموا بنفسهم وبيعملوا تنظيف بشره، ودي حاجات فوق مهمه جدا راسنا. لا بس انا لبشرتك. والبوتوكس دي حاجه والله مهمه عمري عشان في تحافظ على حياتي نفسك وما ما عملت تعجزش. تنظيف بشره بس انا حتى. ليزر طبيعي الحمد لله. انت ما شاء الله. مفيش اي حاجه الناس ولا بتكتب لك في طب يا الكومنتات جماعه روتين اللي في بشرتك ايه يا الكنترول، ايه حمو. رايكم؟ انتوا اقتنعتوا اكيد. بالاجابه بتاعته؟ مش ايوه. مقتنعين في الكنترول والله. ايه كلهم اجابتي مش اصلا؟ مقتنعين. ايه اللي انت انا. جاوبتي وهو رد. ففي اسئله كتير، ما هو عدى دي ممكن الجايه مش هيعدي منها خلاص يعني. ساره هقول لك على بيكا، حاجه. هو انا في السؤال بتاعك اللي دخلت يا بيكا؟ معلش ما ده ما انا صاحبي قلت له، ما انا برضه. قلت له ان ده سؤالك وانت لازم لا هو صاحبي. صاحبك ايه وانت لسه مأكله جمبري بالشطه والصويا وطعمه وحش جدا. ماشي وني. انا بسند معاكي، بس اديله نفس عشان احنا لسه الاسئله كتير. احنا ماشيين بمبدأ واحده هدنه وواحده عدنه. بس مش كله حط يعني. مش كله واحد فحت ورد. بيسيب وواحد بيشد.